السلام عليكم. تخيل نفسك واقف على جسر قديم في اسكتلندا. الضباب مغطي المكان والهواء برد، وكل خطوة منك بتخلي صوت رجليك يرن في المكان، ومن تحتك المية بتجري في نهر صغير. كل حاجة حواليك هادية وجميلة، وفجأة تلاقي كلب صغير بيمشي جنبك، وبعد لحظات ينط فجأة من فوق الجسر. كأن المكان نفسه مليان أسرار مخفية، والبرودة والغموض حواليك بيخلوك تحس كأنك دخلت عالم تاني، وكل حاجة حواليك ساكتة إلا دقات قلبك اللي بتزيد كل لحظة، وحاسة غريبة جواك بتقولك إن اللي حصل ده مش طبيعي. أنا رانيا ماضي، ودي حكايتنا الجديدة على قناة حكايات براند. لو بتحب الغموض والإثارة ركز معايا، ويلا ندخل جوه القصة ونكشف أسرار جسر أوفرتون والسر ورا انتحار الكلاب من عليه فجأة. وقبل ما أبدأ ما تنساش اللايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ الحكاية. في اسكتلندا بعيد عن المدن الكبيرة في جسر حجري قديم اسمه جسر أوفرتون قريب من مدينة ميلتون. الجسر ده اتبنى في القرن ال19 بالظبط سنة 1895، وهو تحفة معمارية من الحجر الأبيض، والمناظر الطبيعية حواليه تخطف العين. فهو حواليه غابة كبيرة مليانة شجر، والضباب دايما مغطي المكان، ومن فوقه بتقدر تشوف نهر صغير بيجري تحت الجسر. الجو هادي وجميل، بس في نفس الوقت بيحسسك بحاجة غريبة. المكان كله هدوء وجمال، بس ورا الجمال ده سر غريب ومرعب. على مدار سنين طويلة حصلت حوادث غريبة. الكلاب اللي بتمشي على الجسر فجأة بتنط من فوقه من غير سبب واضح، والحوادث دي خلت الناس توصف الجسر بأنه الجسر الملعون. والخوف والغموض سيطروا على كل اللي بيزور المكان. من الستينات بدأت الحوادث الغريبة تتسجل بشكل مستمر على مدار سنين طويلة. الناس لاحظت حاجة غريبة جدا، الكلاب بتمشي على الجسر عادي، بتتصرف طبيعي جدا، مفيش أي حاجة غريبة، وفجأة تلاقيها بتنط من فوق الجسر من غير مقدمات، كأن في حاجة خفية بتحركها في لحظة واحدة. مشهد يخليك تتجمد مكانك من الصدمة. معظم الحوادث كانت لكلاب من كل الأنواع، صغيرة وكبيرة، مفيش فرق. في منهم بينجو، وفي منهم للأسف بيموت على طول. وفي حالة غريبة جدا، كلب نجا من السقوط وبعدها رجع للجسر ونط منه مرة تانية، كأن في حاجة بتجذبه للمكان، أو كأن الجسر مش عايز يسيبه في حاله. بعض السكان المحليين حكوا قصص وأساطير عن كلاب بتختفي بطريقة غريبة، وكأن الأرض اتشقت وبلعتهم. واللي زود الغموض إن معظم الحوادث بتحصل في نفس منطقة الجسر، وفي أيام ضبابية وباردة، خصوصا في الشتاء أو بعد المطر. الحوادث دي كلها خلت جسر أوفرتون مشهور بين محبي الغرايب، والناس بدأت تسميه الجسر الملعون. كل خطوة على الجسر ده فيها إحساس بالخطر والغموض، وكأن المكان نفسه بيخبي أسرار محدش عارفها. بالنسبة للحالات المشهورة، حادثة روكي سنة 1968، كلب كبير عمره حوالي 3 سنين، صاحبه ماشي معاه على الجسر، فجأة الكلب نط من على الجسر، صاحبه حاول يمسكه بس فشل. الحادثة دي خلت الناس متفاجئين وزودت شهرة الجسر. حادثة ليلى سنة 1972، كلب صغير لعيلة محلية نجا من السقوط لكنه تعرض لكسر في رجله، واللي حصل ده خوف السكان المحليين، وبدأوا يحكوا عن الغموض اللي حوالين الجسر. حادثة شارلي سنة 1975، كلب أسود متوسط الحجم كان بيجري على الجسر مع صاحبه، فجأة وقف وبعدين وقع من على الجسر. أصحاب الكلب قالوا إنهم حاولوا يدوروا عليه ولكنهم ما لقوهوش. حادثة العيلة الأيرلندية سنة 1987، عيلة أيرلندية ماشية على الجسر مع كلبهم الكبير روكي، فجأة الكلب نط من فوق الجسر والعيلة استغربت جدا، وسكان المنطقة لاحظوا إن الحادثة دي مشابهة لحوادث تانية حصلت في نفس المكان، وده زود الغموض حوالين الجسر. حادثة الباحث البيطري سنة 1991، باحث بيطري راح الجسر يدرس الظاهرة، لاحظ إن الكلاب غالبا بتتحرك فجأة ناحية حافة الجسر، خصوصا في الضباب، وبعض الكلاب نجت ومعظمها وقع ومات. حادثة الكلب ماكس سنة 1995، كلب صغير نط فجأة من فوق الجسر، صاحب الكلب قال إنه سمع خطواته على الحجر وبعدين لقاه وقع. حادثة الكلب سامي سنة 2003، كلب متوسط الحجم، صاحبه كان ماشي معاه على الجسر، فجأة سامي نط من على الجسر ومات. حادثة الكلب بيلو سنة 2007،
نجا من السقوط بعد كسر بسيط في رجله. السكان أكدوا إن الحادثة حصلت في نفس منطقة الجسر اللي وقعت فيها معظم الحوادث. وفي ملاحظات اكتشفها العلماء، زي إن كلاب الصيد البرية لاحظوا إنها بتتصرف بنفس الطريقة أول ما تقرب من الجسر، كأن في حاجة بتجذبها ناحية حافة الجسر. معظم الحوادث كانت بتحصل في نفس المنطقة من الجسر وفي أيام ضبابية وباردة، خصوصا في الشتاء أو بعد المطر. وبعض القصص الشعبية بتحكي عن كلاب اختفت فجأة، وده جزء من الأساطير المحلية بس مش أحداث موثقة. كل الحوادث دي خلت جسر أوفرتون مشهور بين محبي الغرايب، والناس بدأوا يسألوا ليه ده بيحصل؟ هل المكان ملعون؟ والأقرب ليه في كلاب بتقع وتعيش وفي كلاب تانية بتموت على طول؟ العلماء حاولوا يفسروا الظاهرة وقالوا ممكن يكون السبب طبيعي، زي إن الجسر مايل شوية والكلاب حساسة لأي اختلاف في الأرض، وإن ده ممكن يخلي الكلب يفقد توازنه ويقع. وفي تفسيرات تانية قالوا إن الغابة حوالين الجسر مليانة حيوانات صغيرة، والكلاب حساسة جدا للروائح، فلما تشم ريحة الحيوانات الصغيرة تحت الجسر ممكن تنط من غير ما تفهم إنها فوق ارتفاع عالي. وفي باحثين لاحظوا إن انعكاسات الضوء على المية ممكن تخلي الكلاب تشوف حاجة غريبة فتتحرك بسرعة ومن غير قصد. التفسيرات دي منطقية، لكن مش كل الناس مقتنعين، وأغلب الخبراء بيقولوا إن الأسباب طبيعية، لكنهم بيعترفوا إن الظاهرة غريبة ومفيش تفسير كامل ليها. ولما المنطق فشل الناس بدأت تلجأ للخيال. في ناس قالت إن اللي بيحصل ده مش طبيعي وإن الجسر ملعون، وفي ناس تانية قالت إن في طاقة غريبة في المكان أو لعنة قديمة، حاجة بتحرك الكلاب بدون سبب. وممكن كمان يكون في كائنات غامضة أو أشباح أو حتى روح الجسر نفسه اللي بيجذب الكلاب. والقصص دي خلت جسر أوفرتون مش مجرد مكان قديم، ده مكان كل خطوة فيه مليانة غموض وخوف. ده غير إن السكان المحليين بيحكوا عن حاجات غريبة مرتبطة بالجسر، زي الأرملة الحزينة أو سيدة أوفرتون البيضاء اللي بيظهر شبحها على الجسر، وبيقولوا إنها بتثير جنون الكلاب وبتخليهم ينطوا فجأة. وفي حادثة مأساوية حصلت سنة 1994، أب عنده 32 سنة رمى ابنه من على الجسر وادعى إنه ضد المسيح أنتي كرايست، أو زي ما معروف عندنا المسيح الدجال. وللأسف الطفل مات تاني يوم، وأعلنوا إن الأب مش طبيعي وتحفظوا عليه في مؤسسة نفسية. الغريب إن السكان المحليين لاحظوا إن معظم الكلاب اللي حصلت لها حوادث كانت بتنط من نفس المكان اللي اترمى منه الطفل، وده خلاهم يعتقدوا إن في أثر خارق أو طاقة غامضة بتأثر على سلوك الكلاب، وهي اللي بتخليهم يتصرفوا بالطريقة الغريبة دي. وطبعا العلماء مش متفقين مع الأسباب الخارقة دي، وبيأكدوا إن معظم الظواهر ليها تفسير منطقي، لكن القصص دي خلت جسر أوفرتون مرتبط بالخرافات والأساطير في ذهن الناس، وده اللي بيخلي كل خطوة عليه مليانة غموض وخوف. وعلى الرغم من الغموض والخطر والحوادث الغريبة اللي بتحصل، لكن الجسر بقى مقصد سياحي، والناس بتروح تشوفه وتصور فيديوهات وتشارك الحكايات عن النت. وكمان الجسر ظهر في أفلام وثائقية ومقالات عن الغرايب، وحتى بعض الروايات أخذت منه فكرة لأحداث مرعبة. وفي بعض الزوار بيحكوا قصصهم الشخصية عن اختفاء كلابهم أو كلاب شافوها. والظاهرة دي خلت جسر أوفرتون مش بس مكان جميل، لكنه قصة حية، كل جيل بيضيف حكاية جديدة وكل زاير بيحس إن في حاجة غريبة حواليه، والموضوع بقى جزء من الثقافة الشعبية في المنطقة وحوالين العالم. في النهاية حابة أقول إن جسر أوفرتون مكان مليان ألغاز وغموض، الكلاب اللي بتنط من عليه فجأة والغموض اللي محير العلماء والقصص والأساطير، الحوادث المسجلة، الحقيقة اللي محدش يعرفها، كل ده خلى الجسر رمز للغموض المستمر. والمحير في القصة مش بس اللي بيحصل، لكن ليه بيحصل، ليه الجسر ده بالذات، وليه مفيش حد قدر يفسر لغزه لحد النهاردة. مجرد لغز مفتوح للخيال البشري، يمكن عمرنا ما هنعرف الحقيقة، لكن الأكيد إن اللي بيحصل على الجسر ده عمره ما كان عادي. دلوقتي الدور عليكم، إيه رأيكم؟ هل الجسر فعلا ملعون ولا الظواهر ليها تفسير علمي؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات وأنا هستنى أشوف تفسيراتكم. أنا رانيا ماضي، ودي كانت حكايتنا النهاردة على قناة حكايات براند. لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واستنوني في حكاية جديدة وغامضة، والسلام عليكم.